مبروك، العملية نجحت. تفتح عينك ببطء، جفن عينك تقيل والنور الأبيض بيملى المكان. تحاول تركز بس كل حاجة حواليك لسه ضبابية. وشوش بتتحرك، حد بيفك جهاز الضغط من دراعك، وممرضة بتعدل البطانية، وصوت هادي بيقولك حمد لله على السلامة. كل حاجة حواليك بتقول إن العملية انتهت، لكن عقلك متعلق بسؤال واحد: انت جيت هنا امتى؟ آخر حاجة فاكرها إنك كنت داخل غرفة العمليات، الأجهزة حواليك بتطلع أصوات منتظمة، الدكتور ابتسم وقالك بهدوء: هنبدأ دلوقتي. وبعدين قرب منك وقال: عد من 10، 10، 9، 8، 7. وبعدها ولا حاجة، مش ضلمة ومش حلم ومش حتى إحساس إنك نمت، كأن الزمن نفسه اتشال من حياتك. تفتح عينك وتكتشف إن العملية خلصت. يمكن عدت ساعة، عدت 2، أكتر، لكن بالنسبة لك ولا ثانية واحدة عدت. كأن حد قص جزء كامل من حياتك وشاله وبعدين رجعه مكانه من غير ما يسيب أي أثر. تقوم تبص حواليك في هدوء، تحاول تفتكر آخر لحظة، تراقب الأجهزة وتتابع حركة الأطباء. كل ملامحك بتقول إنك بتحاول تربط البداية بالنهاية، لكن في جزء ناقص. الغريب إنك مش بتتصرف كواحد نايم وصحي، لأن الحقيقة إنك ما كنتش نايم. والأغرب من كده إن مخك ما كانش مطفي. لو كان مخك اتوقف فعلا ما كنتش فتحت عينك دلوقتي. يبقى السؤال الحقيقي: إيه اللي اختفى؟ هل الوقت، ولا الذكريات، ولا إحساسك بمرور الزمن، ولا وعيك؟ الغريب إن السؤال ده محير العلماء من أكتر من 180 سنة. كل يوم آلاف البشر بيدخلوا غرفة العمليات، يفقدوا وعيهم وبعدين يرجعوا طبيعي. بس رغم كل التقدم العلمي لسه العلماء مختلفين في تفاصيل مهمة: إيه اللي بيحصل فعلا للوعي أثناء التخدير؟ ولو عايزين نجاوب على السؤال ده لازم ندخل لأكتر مكان معقد في جسم الإنسان، وهو المخ. بس مش هنبصله كعضو، هنبصله كعالم كامل، عالم مليارات الخلايا اللي بتتكلم مع بعضها كل ثانية. وهناك هتبدأ رحلتك الحقيقية، وهتفهم ازاي ممكن يكون مخك لسه شغال في نفس اللحظة اللي اختفى فيها وعيك. تخيل انك واقف فوق مدينة، مش اي مدينة، دي اعقد مدينة عرفها الكون. حوالي 86 مليار خلية عصبية، كل واحدة منهم مرتبطة بآلاف غيرها، وفي كل ثانية بتتنقل مليارات الإشارات. إشارة تحرك إيدك، إشارة تخليك تفتكر اسمك، وإشارة تخليك تسمع صوتي دلوقتي. كل فكرة وكل ذكرى وكل إحساس بدأ في يوم من الأيام كإشارة صغيرة انتقلت من خلية عصبية للتانية. من مكانك هتشوف مدينة عمرها ما بتنام، طرق من الإشارات الضوئية، خلايا بتبعت وبتستقبل، وحركة مستمرة في كل اتجاه. دي المدينة اللي بتصنع إحساسك بالحياة. بس في اللحظة اللي دكتور التخدير بيحقنك فيها بالدواء كل حاجة بتبدأ تتغير، مش بانفجار ولا بضغطة زرار، لكن بهدوء شديد. كأن المدينة كلها بدأ نورها يضعف، حي بعد حي وشارع بعد شارع، وكأن حد بيقلل الكهرباء ببطء. وده تقريبا أول تأثير بيعمله التخدير داخل المخ. خلال ثواني جزيئات الدواء بتوصل للمخ، وهناك بتبدأ تعزز تأثير مادة موجودة طبيعي في جسمك اسمها جابا. تخيل إن جابا هي فرامل الجهاز العصبي. في الظروف الطبيعية وظيفتها بتمنع الخلايا العصبية من النشاط الزايد، لكن مع أدوية التخدير الفرامل دي بتشتغل بقوة أكبر، فتبدأ الخلايا تهدي وتبعت إشارات أقل. وفي نفس الوقت بعض أدوية التخدير بتقلل نشاط مستقبلات تانية مسؤولة عن نقل الإشارات المنبهة بين الخلايا العصبية. وفجأة المدينة اللي كانت مليانة حركة تبدأ إشاراتها تختفي، بس الرسالة ما تكملش طريقها، تحاول مرة تانية ونفس النتيجة. كل الطرق اللي كانت مفتوحة من ثواني بقت ساكتة. لكن خد بالك، المخ نفسه موقفش، الخلايا لسه عايشة، والدم لسه بيوصل، وضربات القلب لسه منتظمة تحت متابعة فريق التخدير. اللي اتغير مش وجود المدينة ولا حياة سكانها، اللي اتغير إن الاتصال بينهم بقى أبطأ وأضعف. وده فرق مهم جدا
لأن المشكلة ما كانتش إن المدينة ماتت، المشكلة إنها فقدت قدرتها على التواصل. ومن اللحظة دي يبدأ الوعي يختفي رغم إن المخ ما زال شغال. لكن ده يفتح باب لسؤال أخطر، لو التخدير مش نوم ومش توقف للمخ، يبقى إيه الفرق بين التخدير والنوم والغيبوبة والموت الدماغي؟ من بره الأربع حالات ممكن يبانوا شبه بعض، شخص مغمض عينه ساكن ومش بيتفاعل مع اللي حواليه، بس من جوه كل واحدة منهم عالم مختلف تماما. كل باب بيحكي قصة مختلفة. الباب الأول النوم، تفتحه فتدخل مدينة هادية، الأضواء أقل بس لسه منورة، الإشارات العصبية لسه ماشية، الخلايا لسه بتتكلم، كل حاجة أبطأ بس هي مستمرة. ولو فجأة سمعت صوت عالي أو حد ناداك تقدر تصحى في أي لحظة، لأن النوم قرار طبيعي بياخده المخ كل يوم. الباب التاني التخدير، تقفل الباب الأول وتقرب من التاني، تفتح الباب فتلاقي نفس المدينة بس بشكل مختلف. الأضواء موجودة، الخلايا لسه عايشة، وفي إشارات لسه بتتحرك، بس الطرق الرئيسية اللي بتربط مناطق المخ ببعض بدأت تتقفل. كل منطقة شغالة لوحدها بس التواصل بينهم بقى ضعيف جدا. وده السبب إنك مش واعي بالعالم اللي حواليك، مش لأن مخك اتوقف، لكن لأن أجزائه ما بقتش بتتبادل المعلومات بالكفاءة اللي بتصنع الوعي. وده كمان السبب إن دكتور التخدير يفضل يراقبك طول العملية، لأن التخدير حالة دقيقة جدا بيتحكم فيها لحظة بلحظة، يزود الجرعة أو يقللها على حسب استجابة جسمك. الباب الثالث وهو الغيبوبة، تقفل الباب التاني وتقرب من التالت. أول ما تدخل تحس إن المدينة تعرضت لكارثة، بعض الطرق متدمرة وفي مناطق ما فيهاش أي حركة، مش بسبب دواء ولا بسبب قرار طبي، لكن بسبب إصابة أو نزيف أو جلطة. المدينة لسه موجودة بس محدش يقدر يقول إمتى هتتعافى ولا إذا كانت هترجع زي الأول. الغيبوبة مش حالة بيصنعها الدكتور، دي نتيجة مرض أو إصابة. الباب الرابع الموت الدماغي، يبقى الباب الأخير، تفتح الباب تلاقي سكون، لا أضواء ولا إشارات ولا طرق ولا أي اتصال، المشهد كله صامت. وده أهم فرق لازم نفهمه، النوم تقدر تصحى منه والتخدير تقدر تصحى منه، وحتى بعض حالات الغيبوبة ممكن تتحسن، لكن الموت الدماغي مش مرحلة أعمق من التخدير ولا نوم طويل ولا غيبوبة شديدة، دي حالة مختلفة تماما. بس لسه في سؤال أكبر، لو التخدير مش نوم ومش غيبوبة ومش توقف للمخ، يبقى هل ممكن يكون مخك سمع أي حاجة وانت تحت تأثير التخدير؟ الإجابة هتكون أغرب مما تتخيل. لحد هنا ما كنتش بدأت تطمن وتقول لنفسك خلاص أنا فقدت الوعي، يبقى أكيد ما كنتش حاسس بأي حاجة. لكن العلم بيقول إن الصورة أعقد من كده. تبص حواليها، الدكاترة بيتحركوا بهدوء، الأجهزة شغالة، وصوت جهاز متابعة القلب منتظم، كل حاجة ماشية بشكل طبيعي جدا. لكن السؤال الحقيقي مش هل كنت سامع، السؤال هو هل كان مخك بيعالج أي جزء من الأصوات اللي حواليه؟ وده فرق كبير، لأن السمع مش هو الوعي. دلوقتي وانت بتسمع صوتي أكيد في أصوات تانية حواليك، يمكن صوت التكييف أو عربية في الشارع أو مروحة شغالة. كل الأصوات دي كانت موجودة بس انتباهك ما كانش مركز عليها. المخ طول الوقت بيستقبل معلومات أكتر بكتير من اللي انت واعي بيها. أثناء التخدير أظهرت بعض الدراسات إن مناطق معينة في المخ قد تستجيب لبعض الأصوات أو المنبهات حتى لو الشخص نفسه مش هيكون أي ذكرى وعي عنها بعد ما يصحى. يعني عدم تذكرك لشيء مش معناه بالضرورة إن مخك ما كانش يستقبل أي إشارة. المشهد كله بيوصل فكرة واحدة، الإشارات ممكن توصل بس ده مش معناه إنها تحولت لتجربة واعية. وعشان كده بيحرص فريق التخدير على الحفاظ على جو هادئ ومحترف داخل غرفة العمليات، مش لأن كل مريض بيسمع اللي بيتقال، بس لأن العلماء لسه بيحاولوا يفهموا بدقة إيه اللي بيوصل للمخ وإيه اللي بيوقفه.
وهنا لازم نفرق بين حاجة مهمة. الأفلام أحيانا بتصور إن المريض كان سامع كل كلمة لكنه ما قدرش يتحرك، لكن في الحقيقة الحالة دي نادرة جدا ولها اسم طبي معروف: الوعي أثناء التخدير. ودي حالة غير معتادة، وبيشتغل دكاترة التخدير بكل الوسائل المتاحة لتقليل احتمال حدوثها من خلال متابعة عمق التخدير ووظائف الجسم باستمرار. أما في التخدير الطبيعي فالهدف إنك ما تكونش واعي للجراحة وما تفتكرش أي حاجة حصلت خلالها، ويبقى السؤال مش إزاي فقدت الوعي لكن إزاي رجع تاني، لأن رجوع الوعي مش مجرد إن الدواء بيختفي من الدم، الموضوع أعقد من كده بكتير. عد من 10. دي كانت آخر جملة سمعتها، ولما فتحت عينك كانت أول جملة سمعتها: الحمد لله على السلامة. ما بين الجملتين كانت العملية انتهت وعدت ساعات، لكن بالنسبة ليك ما كانش فيه وقت. وده يمكن أغرب إحساس يقدر الإنسان يمر بيه. إحنا متعودين إن الوقت يمشي مع كل نفس ومع كل نبضة قلب ومع كل ذكرى جديدة، لكن أثناء التخدير الساعة كانت ماشية، الفريق الطبي كان بيشتغل، والعملية كانت مستمرة. أما بالنسبة لك فكأن الزمن نفسه اختفى، لكن الحقيقة الوقت عمره ما راح. اللي اختفى كان قدرتك على الإحساس بمروره، لأن إحساسنا بالوقت مش بيطلع من عقارب الساعة، بيطلع من المخ ومن اللحظة اللي بنكون فيها واعيين بالعالم اللي حوالينا. تحاول تحركه فتلاقيه بيدور بشكل طبيعي، تبصله لحظة وبعدين تسيبه يكمل حركته وتبدأ تمشي بهدوء وسط مدينة المخ. الأضواء رجعت تنور، الإشارات العصبية رجعت تتحرك، والطرق اللي كانت ساكتة رجع يدب فيها النشاط من جديد. المدينة رجعت للحياة، لكن اللغز لسه موجود. يمكن أكبر حاجة علمها لنا التخدير إن الوعي مش حاجة نقدر نشوفها ولا نمسكها بإيدينا، لكن أول ما يختفي بندرك قد إيه هو إحساس كل تجربة بنعيشها. ورغم إن العلماء فهموا عن التخدير النهاردة أكتر من أي وقت فات، إلا إن سؤال الوعي نفسه مازال واحد من أكبر الألغاز في العلم. إحنا بقينا نعرف إزاي نوقفه مؤقتا ونعرف إزاي نرجعه، بس لسه بنحاول نفهم هو إيه أصلا. وده يمكن أجمل حاجة في العلم، كل إجابة بتفتح باب لسؤال أكبر. ولو في يوم دخلت غرفة عمليات وسمعت الدكتور بيقول عد من 10، افتكر إن اللي هيختفي مش الوقت ولا حياتك، لكن تجربتك الواعية باللحظات اللي هتعدي. ولسه جوه جسمك أسرار أكتر بكتير مستنية حد يكتشفها.